السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وعمر كورة عالمية، أخبارنا المحلية والعالمية، كواليس مباراة الأهلي وسموحة وتوابعها، وبرضه يعني شوف احنا لاعبين الأهلي لاعب يوم الأحد ويلعب بكرة مع سيراميكا. مفيش في ضغط مباراة، مفيش وقت. يعني شوف الأهلي هيلعب الأربع بكرة ويلعب الأحد، الزمالك يلعب الأحد وهيلعب الخميس. لا تعليق. الأهلي طبعا الكل زعلان والكل غضبان على أداء الأهلي، على سوء أداء الأهلي، على تعثر الأهلي كل أجمع أن الأهلي كان سيء. يعني لو قلت لك مثلا إيه الأهلي ما قبل كأس العالم والأهلي ما بعد كأس العالم، الأهلي ما قبل كأس العالم كان ماشي بخطوة ثابتة. الأهلي كان كل حاجة فيه صح، دفاع وهجوم ونص ملعب ويمين وشمال، يعني ما تعديش حتى ولا مباراه، كل مباراه كلها فوز، حوالي 6 مباريات كلها فوز. لكن بعد كاس العالم في حاجه غلط في الاهلي، في ضغط على الاهلي، في معرفش ايه السبب. هل كولر، هل لعيبه، هل اداره؟ احنا مش عايزين نتكلم على الاداره خالص، يعني كولر او لعيبه. يعني احنا كلنا فاهمين كوره وكلنا بنشوف، وكلنا بنشوف التغييرات وكلنا بنشوف التشكيله وعدم ثبات التشكيله. في لعيبه في الاهلي يعني مستواها مهتز، في لعيبه في الاهلي مش عايز اقول ما ينفعش تلعب في الاهلي، في لعيبه مضغوطه، في حاجه غلط. يعني فين عمرو السوليه؟ مش عمرو السوليه ده ولا حمدي فتحي. محمد هاني من فتره الكل بيتكلم محمد هاني ضعيف، محمد هاني بعد اكرم توفيق ما ينفعش. يا اما تلعب كريم فؤاد يا اما تشوف محترف مكان محمد هاني. محمد هاني برضه يعني بالرغم ان محمد هاني سريع وقوي، لكن محمد هاني تحس ان هو خايف، يعني ماتش يلعب و10 لا، يلعب ماتش و10 لا. كريم فؤاد انا شايفه برضه هو كويس ولاعب كويس، ولكن عايز تطوير في المكان اللي توظف فيه اللي هو الجناح اليمين، عايز تطوير. احنا عندنا يمكن سمعت قبل كده ان كولر قال ايه، احنا عايزين واحد اشول في الجناح اليمين. طبعا عندك زياد طارق، عندك مصطفى سعد ميسي، عندك رأفت خليل. طب متوظف ده، متوظف اللعيبه دي. يعني انت عندك، يعني شوف 3 مباريات الاخيره بتوع الاهلي، اخير مباراه سموحه وقبلها فيوتشر، الكل بيقول لك اللعيبه عليها علامات استفهام كتير في الاداء. كولر نفس الامر. طيب يقول لك كولر تغييراته بتتاخر. كولر المفروض الشوط الثاني شوط مدرب. انا لقيت الفريق بتاعي الشوط الاول اداؤه مهزوز، اداؤه سيء، اداؤه ضعيف، اتدخل في الشوط الثاني، اعمل تغييرات في الشوط الثاني. يعني طب انا اقول لك انا حاجه، شفت مباراه الارجنتين وفرنسا؟ الارجنتين الشوط الاول كانت مقطعه فرنسا و2-0 الشوط الاول. تخيلوا ان المدرب بتاع فرنسا يغير 2 من احسن الاثنين عنده فرنسا، غير جيرو وغير ديمبلي في الدقيقه 38 من الشوط الاول. ليه؟ لا الفريق ضعيف، لا الفريق مهزوز، عادي ما تغير يا عم، انت ليه بتتاخر في التغييرات؟ يعني عندك حتى انت ممكن كمان تغير في الخطه، انت بتلعب 4-2-3-1 على حسب مباراه الامور. احنا في الدوري المصري، انت ممكن تلعب في الدوري المصري، الاهلي يلعب الدوري المصري، الاهلي اكبر سكواد، الاهلي اعلى سكواد، الاهلي اعلى لعيبه، كله احنا احسن لعيبه في النادي الاهلي. العب 4-4-1 يا عم، 4-4-2، 4-3-3. عندك تغييرات في الخطه كتير، مع التغييرات في التشكيل والتغييرات في اللعيبه، غير في الخطه عادي، ما فيهاش حاجه لما غير في الخطه. انا لما القى فريقي سيء ما انا اغير بدري. عندك محمد شريف كان سيء، كريم فؤاد كان سيء، برونو سافيو كان سيء. الاهلي عايز صنع العاب، الاهلي عايز صنع العاب، يا تدوس على قفشه شويه يا تشوف صنع العاب. الاهلي عايز مهاجم قوي، مهاجم سوبر، مهاجم داخل الصندوق، مهاجم يعني بكفاءه وميزه حسام حسن وعماد متعب وفلافيو، مهاجم صندوق. اي نعم ماشي، العصر الحديث كله بيقول لك ايه، كله بيسجل، مهاجم سريع بيلعب جناح ووينج وبيلعب صانع العاب وينج يلعب مي. لكن لا، في الدوري المصري لا، الدوري المصري الاهلي عايز مهاجم سوبر، مهاجم جوه ال6 ياردة، جوه الصندوق، يسجل من نص فرصه، مهاجم
يعني هو كده، يعني مش بيقول لك عن عايز واحد مهاجم يلعب صانع العاب ويلعب مهاجم ويلعب وينج، لا، مهاجم جوه الصندوق يسجل زي ما بقول لك من انصاف الفرص. احنا عندك حلول كتير. فين الواحد على واحد؟ فين التسديدات من داخل المرمى؟ فين صانع العاب اللي يدي سروق يعني يفك التكتل، اي تكتل دفاع؟ فين الاوفرات؟ مفيش ولا اوفر بيت. فين الوان تو؟ الاهلي بكره عنده مباراه هامه جدا مع سيراميكا، ولا بديل عن الفوز. مش فوز بس، كمان فوز واداء، فوز واداء. يعني مفيش وقت انك انت تعمل روتيشن كل شويه وتعمل، لا، ثبت تشكيله ولازم تدعيمات وتدعيمات بكل. طبعا في برضه ناس بتقول لك ايه، طب انت تدعم وعلى بال ما تجيب اللاعب ويقعد شويه ويجي، لا، ده انت داخل يناير غير الصيف، صفقات الشتاء غير صفقات الصيف. صفقات الشتاء اللعيبه بتبقى لاعبه مع فرقها، انت جايبها لاعبه ماشي، وعامله فترات اعداد ولعبه مع فرقها. انت بتجيب لعيبه برضه سوبر، مش هتجيب لعيبه اي كلام. انت مش هتجيب لاعب قاعد على الدكه، لو لاعب قاعد على الدكه ما انت عندك لعيبه، لا، انت بتجيب لاعب جاهز، لاعب جاهز. عندك من ضمن الاخبار احمد حسام ميدو مديرا فنيا لنادي الاسماعيلي. طبعا هو من سيقود الاسماعيلي امام الزمالك. الاسماعيلي والزمالك يوم الخميس. لاول مره السنه دي في الدوري غياب لاعبي الاهلي والزمالك عن لاعب الجوله. كان كله طبعا كل جوله واحد من الاهلي او من الزمالك، او اثنين من الاهلي والزمالك، لكن اول مره يغيب لنا طبعا شيء طبيعي. سوء اداء الزمالك وسوء اداء الاهلي امام المقاولين وسموحه، ما ينفعش اخد مين منهم. ما فيش ولا لاعب يستاهل يتحط من ضمن لاعبي الجوله. طبعا رسميا الاشعه اثبتت اصابه اكرم توفيق بالرباط الصليبي. طبعا اكرم توفيق خلاص هيطير على النمسا خلال يومين ثلاثه لاجراء الجراحه والعمليه في الركبه الثانيه، ونفس الدكتور اللي عمل له العمليه في الركبه الاولى يعمل له العمليه في الركبه الثانيه. من الاخبار العالميه، ليفربول طبعا يفوز امبارح في الدوري الانجليزي 3-1 بقياده محمد صلاح. محمد صلاح ما زال متالق وسجل هدف وصنع هدف. محمد صلاح يقترب بخطوه نحو تحقيق الرقم القياسي، وهو الهداف التاريخي لليفربول. يعني محمد صلاح سجل لحد مع ليفربول 172 هدف. ليفربول رسميا تاكد تعاقده مع الهولندي جاكبو. شفت اللاعب الشاب اللي عنده 23 سنه كان بيلعب مع هولندا اسمه جاكبو. جاكبو ده جاب هدفين او ثلاثه مع هولندا في كاس العالم. ده خلاص، ده خلص في ليفربول قادما من ايندهوفن. لاعب عنده 23 سنه، لاعب عنده 23 سنه كان بيلعب في كاس العالم. مش احنا ناخد لاعب عنده 28 و29 و30 ونقول ده لاعب سوبر، وناخده كمان ناخده ونقعده كمان، ما بيلعبش. ده مش مكلف خزينه النادي حوالي 37 مليون جنيه استرليني. وارسنال يفوز 3-1 ويحافظ على الصداره. شكلها او شكل الدوري الانجليزي رايح لارسنال، شكله رايح لارسنال. طبعا يعني لو راح لارسنال انا يعني اشجع ارسنال عشان خاطر محمد النني. طبعا ليفربول وارسنال، فنتمنى التوفيق لمحمد صلاح ومحمد النني. ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.